السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدا بغيت نقول واحد الحاجة مهمة. هاد الكلام اللي غنهضر عليه هو كلام عام كيعني كل واحد فينا، ولكن في نفس الوقت كنوجهه بشكل خاص لأي واحد كيعاني من هوس نتف الشعر. وكنتمنى منكم تسمعوا هاد الفيديو حتى للآخر، حيث ممكن تلقاو فيه شي حاجة تغير لكم نظرتكم أو حتى البداية ديال طريق جديد. غنبداو وغنقول: ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنت كنصلي، ولكن في الحقيقة ما كنتش كنحس براسي كنصلي. جسدي واقف، ولكن عقلي في بلايص اخرى، افكار جايه وافكار غاديه، وانا كنحاول نحاربهم، كنحاول نوقفهم. وكنخرج من الصاله وانا حاسه براسي مقصره، حتى لواحد النهار وفي واحد اللحظه قلت اليوم غنجرب حاجه مختلفه. قلت هاد المره ما غنحاربش الافكار، غنبدا غير نقرا القران بشويه وبتأني، ونشوف راسي وانا كنقرا. وبالفعل بديت، وكان أول تغيير وقع هو أن الأفكار ما بقاتش كتهجم عليا بنفس الطريقة، ولات كتبان ليا بوضوح. كنشوف الفكرة وكنخليها ونرجع للصالة، كنرجع كنقرا، وحتى ملي كيجي داك الصوت اللي كيراقبني وكيقول راك ما مركزاش مزيان، خاصك ديري كتر، حتى هو وليت كنشوفه. وهنا تفاجأت، حيت فهمت واحد الحاجة مهمة: أنا ماشي هي ديك الأفكار، وماشي حتى داك الصوت اللي كينتقد، أنا اللي كيشوفهم بجوج. وفي ديك اللحظة حسيت وكأنني حطيت يدي على مفتاح كيدخلني لواحد السكون اللي ديما كنقلب عليه. ماشي سكون بلا أفكار، ولكن سكون في حضور. وبديت كنحس بشي حاجة أخرى، أنني وأنا كنقرا كنسمع راسي وكنحس بالكلمات وكأنني حاضرة معاهم لأول مرة. ولكن ماشي كل شي كان ساهل، كان كيجي واحد الصوت آخر كيستعجلني: يلا كملي، غتبقاي معطلة، غتبقاي بشوية وبزاف هادشي. ولكن في الأول كنت كنتقلق منه، ولكن من بعد فهمت حتى هو غير عادة قديمة، صوت واحد العادة كنت أنا متعودة عليها، متعودة على السرعة، ودرت معاه حاجة بسيطة وما حاربتوش، غير رجعت بلطف وكملت. وهنا بغيت نقول حاجة مهمة بزاف: الناس اللي كيسمعوني وكيعانوا من هوس نتف الشعر، حاول تشوف معايا هذا النمط. نفس الشيء اللي كيوقع ليا في الصالة هو نفسه اللي كيوقع في الهوس. الفكرة كتجي كنمشيو معاها بلا ما نحسو، ومن بعد كنفيقو وكنلقاو الأثر. غير الفرق أن في هوس نتف الشعر الأثر كيبان في الخارج على شكل فراغات وألم وندم، ولكن في الصالة الأثر ما كيبانش. وهذا الشيء علاش كنحسبوها حاجة بسيطة وما كنعطيوهاش القيمة ديالها، مع أن الصلاة هي اللي كتخدم على داخلنا، وعلى هذاك الداخل كتبنى حياتنا كاملة.
غير حنا ما كنكونوش واعيين بهاد العلاقة. وهنا وصلت لفهم عميق. الخشوع ماشي أنك ما تفكرش، الخشوع هو أنك كل ما مشيتي مع الفكرة ترجع بلطف، كل مرة ترجع. وهذا الرجوع هو اللي كيعلمك تشوف. وملي كتبدا تشوف في أفكارك كتبدا كتفتح واحد العين من الداخل، وهنا كتبدا البصيرة. الخشوع ماشي نهاية، الخشوع هو الباب، والباب راه مفتوح، غير حنا اللي خاصنا نوقفو شوية وندخلو. وزيدك حاجة أخرى، بزاف ديال الناس اليوم كيجريو هنا وهنا تالفين وكيقلبوا على الحل في كل بلاصة، ولكن المشكل ماشي بعيد،